البارح البوليزاريو الماك سجل نقاط ثمينة في مقر الأمم المتحدة بنيويورك، حيث يتواجد فرحات مهني منذ أيامات. وراهي توصلني الصور يعني إلى حد الآن من عند المبعوث تاع الماك إلى نيويورك رفقة فرحات مهني. ما أفادنا به مدير ديوان فرحات مهني هو أنه في مقر الأمم المتحدة التقى فرحات مهني بثلاث ممثلين لدول الخليج اللي هما السعودية، ممثل السعودية، وممثل دولة الإمارات العربية، وممثل دولة قطر. حسب انطباع أحد أعضاء الوفد القبائلي، ممثل السعودية كان يعني منشرح وكان يعني مبسوط أكثر من ممثل قطر وممثل الإمارات، وتوجهت لهم الدعوة لحضور حفل الإعلان عن إعادة قيام الدولة القبائلية اللي باش يتم الإعلان عنه نهار 20 أفريل 2024، يعني بعد يومين. والممثل السعودي يعني خلى انطباع أنه قادر يحضر هذا الحفل هذا. وهنا أول مرة نشوفوا فيه تفاعل ما بين أنظمة عربية مع حركة الماك اللي هي ماهيش عربية وتنكر أنها تكون عربية. سي نورمال نقلوا بالسيف عربي، لا، قال احنا مزيغ، احنا قبائل، احنا، ولكن في تجاوب. وهذا يدل على الموقف اللي اتخذوه دول الخليج من النظام الجزائري، وباش يأدبوا هذا النظام الجزائري ما داروهش لسواد عيون فرحات مهني ولا جماعته، وإنما داروه نكاية في العصابة الحاكمة في الجزائر. هذا يضيف مدير ديوان فرحات مهني أنه الممثلين هذوما كانوا يعني منبسطين مع فرحات مهني وتمنوا له التوفيق في كل مشاريعه، وفي خاصة المشروع حق تقرير المصير. من جهتها العصابة الحاكمة في الجزائر احتجت، ولكن بطريقة غير رسمية، احتجت على تواجد فرحات مهني في مقر الأمم المتحدة، وين ألقى كلمة درك نشوفوها فيما بعد. احتجت بطريقة غير مباشرة بعد ما لقى فرحات مهني الكلمة ديالو، لكن الاحتجاج رفض لأنه الجزائريين النظام الجزائري ما تسجلش لأخذ الكلمة أثناء الأشغال.
وبالتالي رفضوا الاحتجاج ديالو، قال ما عندكش الحق تتكلم لانك ما طلبتش الكلمه من قبل، ما تسجلتش. و طبعا الكثير من الدول اللي كانوا حاضرين، خاصة المنظمات او التنظيمات تاع الشعوب الاصليه لي بوبل اوتوكتون، كانوا مرحبين بوجود الوفد القبائلي اللي يعتبروه اقدم شعب اصلي يعني اوتوكتون، وعايش في ظلم نظام اللي ما يسمحلوش حتى باش يعني يمارس ادنى الحقوق. ونشوفوا انه اثناء في الكلمه اللي لقاها فرحات مهني في لونو، تكلم على القمع اللي تقوم به هذه صورة عن وجود فرحات مهني في قاعة الأمم المتحدة أثناء المنتدى. تكلم على اعتقال 500 شاب قبائلي في سجون النظام الحاكم في الجزائر. شوفوا الآن الكلمة اللي ألقاها فرحات مهني، إليكمها. فلويث فلاون au nom du peuple. باسم الشعب القبائلي أرحب بكم. هذه المداخلة مهمة للغاية، ولا سيما لأن الرئاسة المشتركة للمؤتمر العالمي للأمازيغ مقوض بسبب تصميمه على حماية حقوق الشعوب بصفة عامة، ولا سيما الحق في تقرير المصير، ولا سيما الشعب القبائلي. أذكر بأنه هناك أكثر من 500 شاب قبائلي حاليا في السجون بسبب حبهم السلمي للحرية. إن الجزائر تجرم حق منطقة القبائل في تقرير المصير، وفي الوقت نفسه تدعم بطرق إرهابية نفس هذا الحق في مناطق أخرى. أرحب بمداخلة السيدة أنايا والسيدة غوميز التي أشارت إلى هذا الحق بالتحديد. أقترح عليكم أن آلية للخبراء يتم إنشاؤها على صعيد الأمم المتحدة، وتكون عضوا في اللجنة الرابعة المتعلقة بمسائل إنهاء الاستعمار. والهدف هو استقبال ودراسة ودعم طلبات الشعوب الأصلية في تسجيل أقاليمها على قائمة الأقاليم التي يجب إنهاء الاستعمار فيها، على غرار منطقة القبائل التي تطالب بذلك على نحو سلمي، وذلك من خلال حركة تقرير مصير منطقة القبائل والأنفاد، الحكومة المؤقتة لهذه الحركة في المنفى. ندعوكم للمشاركة يوم السبت 20 من أبريل نيسان 2024 في حفل إعلان إنشاء دولة القبائل أمام مقر الأمم المتحدة على الساعة 41 عصرا. هذه هي الكلمة اللي كان لقاها فرحات مهني، واللي تعتبر خطوة كبيرة نحو انفصال منطقة القبائل عن الجزائر. والمسؤول الوحيد على هذا، مع الشيء اللي راهو يحصل، هو النظام الحاكم في الجزائر، نظام عصابة ولاد حرام، نظام عرايا، اللي عوض أن ينمي المنطقة، هي على كل حال كل مناطق الجزائرية راهي يعني مجمدة فيها حركة النمو. ما كانش نمو اقتصادي في الجزائر،
منذ تقريب 30 سنة و 40 سنة، كلش حبس، في عوض أنها تعطي هذه المنطقة كباقي مناطق الجزائر اللي حتى هي كلها محرومة، ورقلة اللي يخرج منها البترول محرومين، ولكن في بلاد القبائل الناس ما تسكتش على حقها، في عوض انها تسمح وتدعم، بالعكس تدعم سكان المنطقة وباقي سكان الجزائر، النظام يخليهم يمارسوا حقهم في الحرية الفردية وحرية التعبير والحرية الديمقراطية. لا، النظام يقمع، ما عندك ما توصل بالقمع، انت المنطقة اللي مربية على الثورة، منطقة ثائرة، تجي انت تحب تقمعها وتقتل وتذبح وتسجن، عباك الناس يبقاو ساكتين، هذيك النتيجة وين راهي. وممكن غدوة هذا راح يشجع منطقة الشاوية، يشجع لك منطقة توارق، يشجع لك مناطق في الغرب، في كل جهة، في كل جهة، يقول لك خلاص. تشتيت الجزائر والمساس بالوحدة الجزائرية أصبح شيء يعني لا مفر منه، نتيجة سياسة عصابة لا تفكر في مصلحة الجزائر، عصابة خانت عهد الشهداء، عصابة خانت عهد المجاهدين، وتبقاو بضعة مجاهدين مرشيين فاسدين خونة خانوا عهد الشهداء، عصابة تاع مجرمين وسراقين، عصابة ما قامت به ضد الشعب الجزائري لم يقم به الاستعمار الفرنسي على الإطلاق. الاستعمار الفرنسي ما هزش 3200 جزائري ورماهم في رقان وين كان دار تجارب النووية، العصابة الحاكمة دارتها. نعم، الاستعمار الفرنسي ما تصيبش ضابط فرنسي واحد اللي كان يجي تصيبو يضرب الكاشيات ويروح يقتل 10 15 جزائري بدم بارد ويدي عليه بريم، ما دارهاش الاستعمار الفرنسي. إذا هاي نتيجة القمع، نتيجة الدمار، نتيجة انك انت راح حاط ناس كامل ارهاب. مادام فرحات مهني ارهابي، ومادام الماك ارهابي، روح الامريكان قول لهم يوقفوه، قول لهم في اطار حرب تنسيق ضد الارهاب نوقفوا فرحات مهني وجمع اللي راه معاه، لانكم ترفضوا تسمعوا المطالب الحقيقية. يعني الناس طالب بالحرية بالديمقراطية. فرحات مهني قبل ما يوصل لنيويورك ويطالب بحق تقرير المصير ويطالب بالانفصال، كان بالكل شيء كان طالب بالاعتراف باللغة الأمازيغية والثقافة الأمازيغية، كان طالب بحق تعليم اللغة الأمازيغية، كان طالب بحق الاعتراف بحقوق الإنسان، وكان من الناس اللي أسسوا الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان إلى جانب الله يرحمه الأستاذ علي يحيى عبد النور. كان طالب بالديمقراطية في الجزائر، وكان من مؤسسي التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية. الأبواب كلها سدت أمامه، النظام ما يقبلش بهذا الشيء هذا، الأبواب كلها تغلقت، كان إلا القمع. بعد
قال كي عاد هكذا خويا عطونا نسي حكم ذاتي نسيروا بلادنا بكفاءات ديالنا. قال لا ما كانش هذيك اللاءات هذه كلها وين وصلت فرحات مهني إلى الأمم المتحدة باش يرفع العالم القبائلي ويعلن عن دولة قبائلية، ودول عربية اليوم تأيد فيه. نظام ساكت. تصوروا لو عوض أو كان برك كان مع الممثلين تاع السعودية والإمارات وقطر ممثل المغرب، راهي تقلبت الدنيا على المغرب، ما يتكلموش على الاخرين. شو المغرب ما مول، ما ساعد، ما اعترف، ما استدعى فرحات مهني عنده، وهذاك اتهم بانه هو اللي يسير في الماك وهو اللي يمول في الماك وهو اللي في الماك، واتهم حتى بانه هو اللي حرق الغابات اللي حرقوها الجنرالات تاع الجزائر، واغلق المجال الجوي. هيا اقطع علاقه دبلوماسيه مع السعوديه يا رخاص، اقطعوا علاقه دبلوماسيه مع السعوديه، اقطعوها مع الامارات، اقطعوها مع قطر، وها قدامكم. هيا روحوا. شفتوا كيفاش الضعف، شفتوا الضعف وين يوصل. رخصوكم السعوديين والاماراتيين والقطريين وكل ناس كامل رخصتكم، وفرحات مهني رخصكم ثاني. نعم رخصكم. انت بقى راهو ارهابي، يبقى وعلاش ما تطلبوش من فرنسا يسلموه لكم هذا الارهابي؟ وعلاش ما تقطعوش العلاقات الدبلوماسيه مع فرنسا لما تشوفوا آلاف القبائل الخارجين يديفلوا في شوارع باريس ويعلنوا عن استقلال بلاد القبائل؟ وعلاش؟ ما تقدروش، تخافوا من اسيادكم. تعرفوا قال فرحات مني ارهابي، سمعت اللي معاه راهم ارهابيين بالعباسي اكسل وقدامنا راهم ارهابيين، نحطوا معاه مجموعه. هشام عبود ارهابي، نحطوني مع رشاد. فاكرين بغالون حطني مع رشاد بعدها. حتى يعني احترم من بعض من الاخوان تاع رشاد، يعني جدير بالاحترام، بصح مانيش من هذاك التيار، مانيش من التيار تاع رشاد. لا انا صحافي تحطني ارهابي يا ولد الحرام. هاني راني درك كي نمد الاخبار تاع الماك اللي انتم ما تقدروش تمدوها، وانا عندي الحمد لله يعني ما شاء الله الناس اللي راهم قريب 700,000 ابوني. هذه في القناه الخامسه اللي درتها. القناه الاولى اللي درتها في 2010 كانت لحقت 1,300,000 مشترك، جيتوا كسرتوها، وزدتوا القناه الثانيه والثالثه والرابعه، 4 قنوات كسرتهم. درك ما عاد تقدروا تكسروا لانه يوتيوب فاقولكم، وظهرتوا انتم ارهابيين المدمرين.